معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السيد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، السيد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيد رئيس مجلس اللسان العربي، أيها الخبراء والباحثون، حضورنا الكريم، يشرفني أن أشارككم اليوم افتتاح هذه الورشة العلمية رفيعة المستوى التي تنعقد بمبادرة كريمة ومشكورة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان لغة الضاد في سياق الهجرات والهوية العربية في موريتانيا وفي العالم. هو موضوع بالغ الأهمية إذ يعكس وعي القائمين على المنظمة بالتحديات اللغوية التي تفرضها التحولات الديمغرافية والثقافية المتسارعة وتزايد الهجرات وتنامي التعدد اللغوي، مما يقتضي إعادة التفكير في السياسات اللغوية والتربوية وتفعيل أدوار المدرسة والجامعة والإعلام والهيئات والمنظمات الثقافية في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها وضمان استمراريتها لغة للعلم والمعرفة ووعاء للهوية وجسرا للتواصل الحضاري. أيها السيدات والسادة، تجسيدا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزوان بإرساء مدرسة جمهورية قادرة على تشكيل مشروع جامع يعزز الانتماء ويوطد عرى الأخوة ويرسخ الهوية الوطنية ويصون الخصوصية الثقافية ويضمن تأهيل الأفراد وفق قدراتهم، وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار الجاي، فإن وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم ماضية في ترسيخ مكانة اللغة العربية في مؤسسات التربوية عبر مناهج عصرية وتكوين نوعي للمدرسين وسياسات تعليمية متوازنة تجمع بين الانفتاح اللغوي وصيانة الهوية وبين مواكبة العصر والتمسك بالثوابت. وتأسيسا على ذلك وبموجب المادة 69 من القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، أنشئ معهد تربية وتدريس اللغات الوطنية الذي اطلع بمهمة الإشراف على تدريس هذه اللغات وإعداد وتكوين المدرسين المؤهلين لها. وموازاة مع ذلك فإن سياسة القطاع واضحة المعالم فيما يتعلق بالانفتاح الواعي والهادف على اللغات الأجنبية، فيما يعزز القيم الوطنية ويحقق الإنصاف ويضمن جودة التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل. أيها السيدات والسادة، إننا نعول كثيرا على ما ستسفر عنه هذه الورشة من نقاشات علمية وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في دعم جهود الإصلاح التربوي وتعزيز التكامل بين التعليم والسياسات الثقافية بما يخدم اللغة العربية ويعزز دورها في بناء المواطن الصالح وتحصيل الهوية وتحقيق التماسك المجتمعي. وفي الختام أجدد الشكر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو على هذا الجهد العلمي المقدر، وللسادة الخبراء والباحثين على إسهاماتهم القيمة، متمنية لأعمال هذه الورشة كل النجاح والتوفيق. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.